السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة معمار الشرقامي، قناة أميز شقق في العجمي في الهانوفيل. عندنا هنا الشقة 150 متر إن شاء الله صافي، 3 غرف وريسبشن وحمام ومطبخ، 3 عدادات غاز وكهرباء ومية. ريسبشن كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين، أرضيات بورسلين، أسقف جبسون بورد. شقة زيرو على الشارع الرئيسي للهانوفيل عند البنك الأهلي، دور السادس الأخير، السقف معزول صح من عمر العمارة. مفيش حاجة هنا اسمها أخيرة يا جماعة، لأن هنا السقوفات معمولة بطريقة في العزل بتاعها أكن فوقك دور بالظبط. طبعا ده المطبخ بتاعي، المطبخ يشيل كافة الأجهزة الكهربائية، تشطيب عالي، جبسون بورد، أرضيات بورسلين، مساحة واسعة. مفيش بعد كده. عندنا العمارة كمان في نقطة، العمارة برخصة والأرض مسجلة. عندنا بعد كده طرق التوزيع، شفنا المطبخ والريسبشن. عندنا الأوضة دي على الشارع برضو، بتبص على الشارع، الأوضة دي ممتازة. وعندنا كمان أوضتين، ودي أصغر أوضة في الشقة. بعد كده هنخش على الحمام. طبعا حمامي واسع، شيل معايا لو أنا عايز أحط تلاجة، بس التلاجة لها الغسالة لها مكان في المطبخ. حمام واسع، مطبخ واسع، شقة واسعة جدا ومنظمة صح. ودي تاني أوضة، والأوضة دي برضو على الشارع، ولسه في أوضة أكبر منها كمان. الأوضة دي بتبص على الشارع بتاع الهانوفيل الرئيسي. طبعا البيبان نجارة، كهرباء، سباكة، كله درجة أولى في الشقة دي، ما عنديش حاجة فيها. وحتى شاشة الكهرباء بتاعتي من أغلى أنواع الأوشاش، اللي هي ساس كيرف، ودي أغلى حاجة في سوق الكهرباء. عندنا بعد كده دي اوضه النوم. على فكره الستاره دي وراها بلكونه، بس احنا ما تعديناهاش. اوضه النوم معايا واسعه، تشيل اي اوضه نوم في الدنيا ان شاء رب العالمين. اهم حاجه في الفيديو ده، ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، وما تنساش تدعمنا وتحط لنا لايك وتشترك وتعمل مشاركه للفيديو. وانا شاكر ليك ان انت سمعت معايا الفيديو للاخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.